السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم ارزقنا حظ الدنيا ونعم الآخرة يا رب العالمين. هنعمل معاكم النهاردة تلبينة السمك. هي اسمها كده، لكن يعني هي اسمها تتبيلة السمك. عايزة السمك معاكي يطلع كأنك عاملاه جايباه من مطعم بره، مقرمش وجميل جميل جميل. دلوقتي انا كان معايا دقة كشري. كنا عاملين كشري امبارح ما شاء الله، خلص بألف هنا. وخدنا اللي باقي من دقة الكشري. طبعا دقة الكشري بقى، اللي هيسألني دقة الكشري ازاي، بنبشر فصين توم على قد ما نقدر، وبننزل وبنحطهم في طبق على النار، وسنة زيت بسيطة، وننزل بعد ما الثوم بس ياخد، او يعني قبل ما ياخد لون كمان، نطش بالخل بتاعنا ونطفيه على طول. نحط بقى بنحط فلفل اسمر وكمون، وبنحط شطة حسب الرغبة. وبنعمل ايه، بنعصر ليمونة في الاخر خالص، مش بنعصرها وهي على النار. كل ما احنا مش محتاجين النار في دقة الكشري، غير واحنا يعني ايه، بنعتبر بنشوح التومة كده وننزل بالخل، خلاص بقى كده ايه، بنطفي خالص. دي الدقة بتاعة الكشري، وده اللي فاضل منها. فحبيت استغلها طبعا في السمك. هتطلع التلبينة بتاعة السمك حاجة زي، يعني حاجة يعني زي بتاعة المطاعم، واحلى من بتاعة المطاعم كمان. زي ما انتم شايفين، حطيت دقة الكشري، ونزلت بتوم، ونزلت قصدي بدقيق، ونزلت. طبعا هي دقة الكشري فيها كل حاجة، لكن كل اللي زودت توابل، وحطيت نشا، وحطيت دقيق، زي ما انتم شايفين اهو. ده كل اللي انا حطيته في التتبيله بتاعتي، وفلفل اسمر وكمون، وزودت ملح عشان تبقى سمكيه ملحها مظبوط معايا. بضرب ده كله مع بعضه لحد ما تبقى زي الماده يعني زي العجينه كده، زي العجينه المرقه كده. فهي اول ما تمرق معايا بنزل بالسمك بتاعي. طبعا ممكن تحطيها في التلبينه دي في التلاجة لحد ما تيجي تحمري. طبعا هي بتاخد بقى في الصوص، لان الصوص شارب ما شاء الله بهارات كتير وتوم وكل حاجه. فانتي كده مظبطه السمك بتاعك احلى تظبيطه. السمك بتاعك لو متوسط بتقسميه، بتفتحيه كده من الظهر بتاعه، يمين وشمال. وزي ما انتم شايفين الفتحه اللي هي في السمك اهي، كل السمك مفتحاه كده عشان لما يتحط في التتبيله يشرب من التتبيله كويس جدا جدا جدا. طب انا هعمل ايه هنا تاني. هجيب معايا انا عامله دبس فلفل. فبجيب الفلفل شطه حمرا خالص. وبعدين بغسلها واسيبها تنشف خالص خالص، وبعد كده بقوم حاطه في الكبه وفرماها. حسب الفرمه بقى دي حسب الرغبه، ممكن تفرميها ناعم وتحطيها في برطمانات. لو في التلاجة رشه زيت، رشه سنه سكر، ملح خشن، وتسيبيها في التلاجة تقعد معاكي شهر او ممكن شهرين كمان، تفضل معاكي زي الفل. وفي أنا طبعا خزنه برطمان في التلاجة، والباقي عاملاه اكياس مربعات كده في الفريزر. ان شاء الله ننزل لكم فيديو باذن الله لطريقه الفلفل المفروم. طبعا جبت الفلفل المفروم زي ما انتم هتشوفوا معانا دلوقتي فلفل احمر. سمك يبقى فلفل احمر، زي ما انتم شايفين اهو. بصوا ما شاء الله، هي انا عاملاها من اسبوع وخلاص قربت تخلص. وهنزل يعني هحشي بطن السمكية فلفل بس، لان انا الصوص اللي انا عاملاه دوت واخد كل حاجة، واخد توم، بهارات ودقيق ونشا وكل حاجة كده متظبط معايا، ومش محتاج اي حاجة. هنزل بالسمك بتاعي معايا وهحطه في التلاجة قرب ما اجي هحمر. وزي ما هتشوفوا معانا قرب ما اجي هحمر، هقوم حطاه برضو في مواد ناشفة، دقيق ونشا وفيجيتار. ما عندكيش فيجيتار ما تحطيش، ما فيش اي مشاكل. دقيق ونشا زي الفل، يبقى احنا كده عملنا اللي علينا. عايزه تحطي نشا بس براحتك، سنه دقيق وسنه نشا زي ما انا عملت براحتك. لو انت عايزه تطلعيه من التلبينه دي من غير ما تحطيه في المواد الناشفه كمان على الزيت، هيطلع معاكي برضو زي الفل. اهم حاجه يكون السمكيه معاكي في التلبينه دي، وتحطيها في التلاجة. لو هتقليها من التلبينه دي على الزيت على طول هتطلع معاكي زي الفل. لو هتقليها وتحطيها في دقيق ومواد مثلا دقيق ونشا، وبعد كده تقلي كده، تبقى عامله معاكي زي السمك الكنتاكي بالظبط.
احلى سمك، وطريقه سهله وبسيطه احلى من بتاعه المطاعم، وما شاء الله مقرمشه، تسمعي القرمشه من اخر البيت. ده كان الفيديو معانا النهارده، سهل وبسيط. يا رب تكونوا دايما بتستفادوا من فيديوهاتنا، ويا رب دايما نكون دايما نافعين ليكم. ما تنسوناش طبعا باللايك والاشتراك في القناه وتعليق حلو زيكم. وطبعا ما تنسوش حمله بلوكات المشاهير. اي مشهور مش هيتكلم عن القضيه اللي تخصنا كلنا يبقى ملهوش لازمه ان احنا نتابعه ونعليه. طبعا الحمله دي عايزه اقول لكم ان هي جايبه مفعول حلو جدا جدا جدا، واللي بدأ بيها الغرب. احنا اقل حاجه ممكن نعملها ونقف جنب اخواتنا في فلسطين بالدعاء. ده اقل حاجه احنا ممكن نقف معاهم، ونقاطع المشاهير يعني كمان مش هنعمل لهم انفولو، ده احنا هنعمل لهم بلوك عشان يحسوا بالمسؤوليه تجاه الحاجه اللي ربنا حطها، المكان اللي ربنا حطهم فيها. لازم يحافظوا عليها، ولازم يتكلموا على كل القضايا النافعه لمجتمعهم وللامه الاسلاميه جميعا. طبعا دلوقتي اللي حتى اللي بيدافع عن القضيه ناس غير المسلمين تماما تماما، لكن عملوا اللي عليهم واللي شافوا ان هو ينفع يعملوه في حق الإنسانية. طبعا مش هطول عليكم في الموضوع ده، وبحب أذكركم بس. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، سهل وبسيط، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.